جوز عاملين ايه؟ اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك والكومنت عشان بطلع كومنتاتكم كل فيديو. النهارده انا في البلد زي ما باين كده ان انا في بيت تيتا. فالنهار احنا دلوقتي الساعه 9 ولسه محدش جه بيت تيتا، ولسه الاطفال كلها ما جاتش ولا ولاد عمتي ولا كده. الوحيد اللي جه رماس، ولسه هما هنتجمع كلنا بالليل. فانا عايزه اوريكم هنعمل ايه مع رماس النهارده بما ان عيد ميلادها خلاص يوم 14/2، يوم عيد الحب، يوم الحد. فاحنا مش هنعمله يوم الحد، احنا هنعمله بعدها باسبوع عشان العيله كلها تتجمع ونعمل لها عيد ميلاد يليق بيها. فقررت ان انا اعمل لها توتوريال ميك اب، وفي نفس الوقت اوريكم ازاي بنعمل توتوريال ميك اب لاطفال يبقى خفيف وحرفيا مش باين، بس يبقى ميك اب نو ميك اب، مش اللي هو مش باين خالص. رحبوا معايا ريماس. عارفينها انتوا، كانت ظهرت في الفيديو اللي فات. هنحط لها ميك اب هنحط لها ميك اب وعشان عيد ميلادها، صح هي انا قلت لها اقول لها هي هتعمل ايه عيد ميلادها، فعيد ميلادها بس- برضه هحط لها حاجات احسن من كده، استنى بس بس هوريكم. نحط العين بالعين دي ونحط عين مش عين ده. طب انا عايزه اسالك سؤال يا نموسه، نعم. ولا نخليها في اخر الفيديو بعد ما تحط الميك اب؟ بعد ما تحط الميك اب بس بتسالوا نفسكم طبعا رماس راحت فين. رماس هنا ومش هوريها لكم الا بعد ما تحط الميك اب، مفاجاه. بس عايزه اوريكم وش رماس قبلها. ده كده شكل رماس قبل الفيديو، ماشي كده. تعالوا بقى نشوف بعد ما احط رماس الميك اب هتبقى شكلها عامل ازاي. عملت لكم انا فيديو واتس ان ماي باج، هعمل لها بالحاجات اللي في الشنطه بتاعتي. اكيد يوم عيد ميلادها هعمل لها حاجات اكتر من كده، بس عشان انا مش معايا حاجات كتير تعمل ميك اب كامل في الشنطه. يوم عيد ميلادها هيبقى كونسيلر وي وحاجات كتير قوي. يعني الحفلة عيد ميلاد انا النهارده. هي مش النهارده، بس هعمل لها ميك اب النهارده عشان نفرحها. هي عيد ميلادها الحقيقي يوم 14/2، يوم عيد الحب، يوم الحد. وانا بس احنا عندي هنعمله في 9. رمضان، هتكمل 9 سنين. مش احنا عارف. هنعمله في رمضان عشان العيله كلها تتجمع ويبقى بالليل. مليكة تاكل فترة مش وصايمين. عارفين مالك اهم. هبدا باول حاجه. طبعا ريباس هتصوم السنه دي. المهم هبقى اعمل لكم فيديو مع ماريا وماريكا وسليم ويونس، هعمل لكم فيديو مع كل ده بما ان انا في البلد. عايزه اقول لكم كمان ان انا باجي البلد كل اسبوع، يعني كل اسبوع هدلعكم. قبل ما ابدا خالص انا نضفت لها بشرتها وحطيت لها مرطب وهنحط السان سكرين. هي قالت لي يا جماعه ان هي عايزه البلاينر، فاكيد هنعمل لها البلاينر. المهم انا دلوقتي محتاره احط لها ده ولا ده، انهي نوع تنت اختار؟ احمر. خلاص هحط لها بلاش احمر واجيلكم وهوريكم في الاخر برضه، مش هوريكم دلوقتي. وانا بحط لها كده عايزه اقول لكم ان انا قصدا ان انا ما اعملش الفيديو مونتاج، واي فيديو هعمله مع اي اطفال مش هعمله مونتاج. تحكي انا بس انا قصدا ان انا ما اعملوش مونتاج، عايزاه يبقى فيديو باجواء بيت تيتا كده، اجواء زمان مع الاطفال من غير تليفونات وكده، الا طبعا اللي بنصور بيه يعني. فعشان كده انا قصده جدا جدا ان انا مش ما اعملش مونتاج للفيديوهات اللي تبقى معايا فيها اطفال، واسيب اصوات الناس اللي بتزعق والكبار وكده، عشان تبقى زي اجواء بيت تيتا بالظبط. ريحته فعلا صعبه، مش وحشه، بس ريحته عامله زي الفراوله الحمضانه. لا على فكره يا جماعه، انا بحط لها ضوافر يوم عيد ميلادها، وهحط لها ضوافر في عيد ميلادها، بس النهارده لا، مش لازم، هنجيب واحده تانية. هحط لها دلوقتي الهايلايتر. عايزه اقول لكم اضحكي، عايزه اقول لكم ان انا حاطه ميك اب خفيف خالص، عشان كده يعني مش عايزه خيالكم يروح لبعيد، لان انا ببقى بتفرج على فيديوهات وهم مثلا بيعملوا ميك اب للبنات الصغيرين وكده، فيقوموا ايه مبهدلين الدنيا، يعني حاطين ميك اب بجد، ميك اب كبار ما ينفعش يتحط الاطفال. فخيالكم ما يروحش لبعيد، انا حاطه لها ميك اب خفيف قوي، بس انا زودت الهايلايتر. انت اتخضيتي من ايه؟ زودت الهايلايتر شويه، بس ما فيش مشكله يعني عادي. هي كانت طالبه مني ان هي عايزه تحط من ده، عشان هي دايما بتشوفني بعمل ليب كومبو بالبلاينر ده، فانا هحط لها كحاجتين، كايلاينر والبلاينر. جماعه انا حطيت الايلاينر، بس انا يعني ما تستغربوش ان انا حرفيا ضايعه الايلاينر. فلو طلع مش شبه بعض ما نضحكش على بعض، عشان انا ضايعه في الايلاينر. نحط لها البلاينر واجيلكم. هي شفايفها صغيره فهحط لها ليب فيلر. ده بيحرق قوي، فهحط لها من ده، لان هو يعني هو بيحرق حاجه بسيطه بس بيكبر يعني. سامعين الاصوات اللي بره دي؟ انا قصدي ان انا افتح الفيديو دلوقتي. يا بنتي مش كده، امي كده عادي. انا قصدي ان انا افتح الفيديو دلوقتي عشان
اوريكم الاصوات اللي بره واللي هنا. عايزاكم تحسوا باجواء بيت تيتا بجد. انتوا لو شفتوا البيت بالليل بيبقى عامل ازاي، او كمان ساعه بيبقى كله موجود، بيبقى فيه اكتر من 30 واحد في البيت. جماعه انا مش هحط لها اي حاجه مضره، انا هحط لها السيرم بتاع اللاشز بتاعي اللي هو بيكبر بيعمل بيطول الرموش بيكثفها. مش هحط لها ماسكارا. انا عايز اقول لكم ان انا عمري انا بقالي اكتر من 3 أو 4 سنين ما بحطش ماسكارا، لان انا بكره حاجه اسمها ماسكارا. انا بحط السيرم بس اللي هو من جو لونج لانه تحفه، فرق في رموشي جدا، فهو ده بس اللي هحطه، ما بحطش اي حاجه تاني، لان هو بجد بجد بيبوظ الرموش. اي حاجه غير كده بتبوظ الرموش. بكره الماسكارا مع اني عندي 700 الف نوع ماسكارا. فيا جماعه عايزه اقول لكم حاجه، النوع اللي هو اللي تجيبوه من السيرم بتاع الحواجب او الرموش، جيبوا بتاع جولونج. تحفه تحفه يا لهوي يا جماعه بجد تحفه موت. بيطول الرموش وبيكثفها بطريقه مش طبيعيه بجد. جماعه هما بيقولوا على رماس ان هي شبهي، انا شايفه كده، لان هو تقريبا نفس الاورا صغيره ونفس كنا شبه بعض جدا واحنا صغيرين لحد دلوقتي. فعشان كده قولولي انتوا شايفينها شبه ولا لا. طبعا هو الكاميرا بتغير طبعا، بس ماشي عادي مفيهاش مشكله. هظبطها لك مفيهاش مشكله. لما تشوفوا برضه. جماعه انا خلصت، انا مبسوطه من النتيجه بتاعه الميك اب بطريقه مش طبيعيه. استني هوريها لكم. استنى يا جماعه، الاول هعمل لها شعرها بالستيك ده. لعب الكوره في البيت، مش فاهمه بيلعب كوره في البيت ليه. المهم هعمل لها شعرها بالستيك واجي. بصوا يا جماعه بقى، مبدئيا هي مش عامله شعرها غير بالستيك، لان هي اكتر تسريحه بتليق عليها ان هي اسلم لها شعرها والضفاير من هنا وانزلهم لها 2 كده تبقى تحفه قوي. لكن هي دلوقتي مش عامله شعرها، فا ايه نعدي موضوع الشعر ده. 1 2 3 تحفه يا جماعه. وريهم شكلك كده. استني اعمل اشيل اللون ده. تحفه. اقفلي عينيكي كده. ايه رايكم في الايلاينر؟